السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء. شاهد بالفيديو ما حدث بين إسلام سليماني وسعيد بن رحمة في لقاء الجزائر والرأس الأخضر. لكن قبل البداية اشترك بالقناة واضغط على زر لايك للفيديو ليصلك كل جديد. خلال لقاء المنتخب الجزائري ضد منتخب الرأس الأخضر، والذي فاز فيه المنتخب الجزائري بنتيجة 5 أهداف مقابل 1، استطاع اللاعب سعيد بن رحمة الحصول على ركلة جزاء بعد مراوغة رائعة في منطقة الجزاء، وأخذ الكرة لتنفيذ ركلة الجزاء. لكن القائد إسلام سليماني رفض ذلك احتراماً للنظام، مما أذى لانفعال بن رحمة غاضباً. لكن سليماني سجل ركلة الجزاء، ثم ترك الجميع واحتفل مع ابن رحمة وتحدث إليه، فاعتذر ابن رحمة وقام باحتضان سليماني. نظام عظيم بدأ من جمال بالماضي، والآن الكل يحترمه جيداً، الكبير قبل الصغير.